رد فعل غريب جدا من إدارة الأهلي بعد عقوبات رابطة الأندية ضد محمد هاني. اتقال إن رغم شكوى النادي الأهلي ضد الحكم محمد معروف حكم لقاء الأهلي وفاركو، فاتقال بعدها إن رابطة الأندية أعلنت إيقاف محمد هاني لمدة ماتش واحد، وده بعد حصوله على إنذارين بالإضافة لغرامة مالية قدرها 2500 جنيه. أما بالنسبة لأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام فوجه اللوم إلى محمد معروف بسبب العصبية الزايدة اللي ظهرت عليه خلال مباراة الأهلي وفاركو، ولكن في واقع طرد محمد هاني قال له: أنت أديت مباراة مميزة وقرار الطرد سليم، ولكن كنت اتمنى عدم الوصول لهذا الموقف وعدم تعريض نفسك للنداء على اللاعب اكتر من مره والاشاره ليه بالخروج، وده لان الاهلي كان متقدم بنتيجه كبيره، ولو خرج اللاعب من المكان اللي هو عايزه ما كانش حصلت الازمه. ولكن المفاجاه كانت في رد فعل اداره الاهلي، بحيث ان كان في حاله من الارتياح الشديد لدى مسؤولي الاهلي بخصوص عقوبات رابطه الانديه ضد محمد هاني، خاصه بعد اللي اتقال حول امكانيه مضاعفه العقوبه، وكمان اتقال ان احتمال يكون في عقوبه تانية من جانب مسؤولي الاهلي ضد محمد هاني، وده وفقا للائحه العقوبات اللي حطتها اداره الاهلي قبل بدايه الموسم. ففي وجهه نظرك يا معلم، ايه رايك في رد فعل اداره الاهلي؟ وهل شايف محمد معروف ادار المباراه بشكل كويس فعلا ولا لا؟